واذا جاء الاستاذ مرسي عندنا على التليفون فليصمت الجميع. مساء الخير استاذ مرسي. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ مرسي. مساء النور. ازاي حضرتك دلوقتي؟ الاول طمنا على صحتك الاول. انا سعيد ان انت عارف النهارده عيد ميلاد بليغ. ما احنا بنحتفل بدايه يا استاذ يعني مرسي. البرنامج جاي في ميعاده بالظبط. لا مش في ميعاده، ده احنا قصدي يعني احنا عاملين ده مرتبين ده، وكان نفسنا تبقى معانا، وقالوا لي ان حضرتك يعني ايه لا انا يسعدني اتكلم عن بليغ طبعا، مش بس كاخويا انما كفنان عظيم يعني. احنا كلنا اذان صاغيه ليك يا استاذ مرسي. الحقيقه يعني كفايه الاغاني اللي انا ناس كتير يقولوا لي بليغ كان عنده كام سنه، اقول لهم قولوا لي عمل كام غنوه. يعني السن ما طبعا انت عارف، اصل الفتره اللي بليغ ابتدى يركز على التاليف الموسيقي، كنت انا في لندن، قعدت 12 سنه في لندن، فما قدرتش اعرفه كويس، عشان كده لما رجعت حبيت اعوض ده بقى، فكنت بشوفه كل يوم. فتره رجعت فيها الذكريات بتاعتنا مع بعض تاني، فعشان كده ده يعني ببقى سعيد لما انتوا بتفتكروه. يعني الحقيقه التلفزيون والاذاعه بيفتكروه اكتر من الصحافه. هو يعني لو تشوف حضرتك ما تلاقيش ولا جورنال كتب يعني يكتب يقول لك النهارده عيد ميلاد ممثل امريكاني، انما ما يقولكش النهارده عيد ميلاد بليغ او النهارده ذكرى وفاه بليغ. ما اعرفش، لكن انتوا الحقيقه يعني عندكم وفاء حلو. لا بس انا عايز اقول استاذ مرسي، انا عايز اقول يعني الاستاذ بليغ حمدي. أيوة. والقامات الكبيره ديت والعمالقه دول ما بيموت يعني دول بيموتوا كده يعني، ده الموت ده جسد بيروح، والجسد ده يعني ما فيش حد، ما كلنا هنموت وهنحط في التراب. من الذي يبقى؟ مين اللي بيقعد؟ فالنهارده اللي بيقعد النهارده كل واحد في مجاله وكل واحد بعبقريته. بليغ حمدي ده كان راجل عبقري، وراجل ربنا اداله موهبه، وراجل ترك وراه حاجات عظيمه جدا، فديت اللي باقيه. واي واحد من الناس بيبقى في الفن، في الكتابه، في كل المجالات، بيترك وراءه اعماله هي التي تبقى ويذكرها الناس على مر التاريخ. مش محتاج بقى نقول الميلاد ولا ده كلام، انما النهارده يكفي النهارده ان انا دايما بقول يعني كتير يقولوا لي بليغ عملوا له ايه، كرموه ازاي، بقول اكتر تكريم له الاغاني بتاعته، واكتر تكريم له انتشار الاغاني بتاعته، اكتر تكريم له ان كل الناس بتغني يا حبيبتي يا مصر في اي مناسبه، هتلاقي اغاني بليغ، اغاني اكتوبر بتاعته هي اللي فاكرينها. بالنسبه لي ده اهم من نشان، اهم من احتفال بذكرى رسمي. كل يعني الحقيقه ساعات بزعل وبعدين بفتكر ان احنا بليغ مش محتاج للحاجات دي. يا استاذ مرسي عندما لا انا ما اعرفش، الصوت ضعيف شويه. ما هم انا ما اعرفش انت حضرتك ما دفعتش اشتراك التليفون ولا ايه؟ انا يمكن والله انا المحمول بيبقى واضح اكتر من العادي. زكاة المكالمه. بس انا عايز اقول الشعب في كل حته، الشعب عندما يطبع انسان في عقل ووجدان شعب وفي قلوب شعب، ما اعتقدش ان بعد كده يبقى في حاجه، ما فيش تكريم، ما فيش ايه بعد كده تاني. فانا النهارده دي مساله مش دي القضيه. بس انا عايز اسال، يعني انتوا في فتره اللي حضرتك فيها كنت في لندن، قبل كده بقى الفتره اللي قبل كده؟ طبعا اللي قبل كده انت عارف بليغ من صغره وهو غاوي موسيقى. انا اذكر وهو صغير بتاع 7-8 سنين كان يتشعلق على كرسي البيانو. كانت والدتي بتضرب بيانو وبتضرب عود. كان استاذها في العود الشيخ محمود صبحي اللي معروف ده كان زمان. فكان بليغ يتشعلق على الكرسي بتاعها ويقعد يلعب على البيانو. طبعا ما بيجيبش انغام ولا حاجه، انما كان. وبعدين احنا طلعنا في بيتنا، انا والدي كان غاوي موسيقى. اولا هو كان استاذ طبيعه، وكان مثقف يعني وقارئ، وكنا في بيتنا دايما بيجوا لنا موسيقيين. كان والدي له مره في الشهر كان يجتمعوا عندنا، واللي معاه العود واللي معاها عود، انا فاكر العود وقانون، مش فاكر اسمائهم،
انما كانوا يقعدوا ويدندنوا مع بعض، وبليغ يقعد وهو عيل صغير كده كان يقعد يسمع كل الحاجات. فطلع من صغره المزيكا في قلبه، مش عايز اقول في دمه لكن في قلبه يعني وفي مخه. الحب للموسيقى ده طبعا. بس انت قلت لي بقى، انا اصل الوالد لما انا عرفت انه استاذ طبيعه استاذ فيزياء وكده، كان المنطقي طبعا طبيعه مش هتمشي مع موسيقى، انما طلع من حظه ان هو بيحب الموسيقى يعني. انما لو ما كانش كده كان هتبقى في دمار في البيت. لا ما انت عارف بليغ كان يعني كان بيدرس حقوق. واذكر والدتي كانت الاول كانت زعلانه انه بيقضي في معهد الموسيقى اكتر ما بيقضي، هو وصل لحد سنه ثالثه حقوق بس ما كملش. فلما كانت بتسالني كنت انا برضه لسه في لندن، قلت لها طبعا يعني خليه يهتم بالموسيقى ما دام هو غاوي الحكايه. انا والدي كان فيه حاجه لطيفه قوي، ان يلاقي في اي حد فينا اتجاه معين فكان يساعده في هذا الاتجاه. يعني لما لقى عندي انا اتجاه للغات، كان برغم اني كنت بدرس قسم انجليزي كان بيبعتني مدرسه فاكس ادرس كمان. فبليغ برضو لما قالوا لي على الموسيقى قلت لها يا امي خليه يركز على الموسيقى دي. لا ف يعني وجاب نتيجه بقى، احنا شفنا النتيجه الحمد لله. الحمد لله. اقدر اقول ان لما بيبقى فيه الموهبه، لما بتبقى ربنا يمد لحد موهبه، يعني هي يعني اذا ما كانش هو طبعا اتوجه كده كان ممكن يبقى شوف انا بعتقد بليغ كان بيجمع بين حاجتين، بين الموهبه والدراسه. انت عارف بليغ من الملحنين القليلين اللي كان بيكتب النوتة بتاعته واللي كان بيوزع الموسيقى الاول. طبعا الاستاذ ميشيل المصري كان بيوزع له الاول كل حاجه، بعد كده بليغ كان بيوزع لنفسه وعلم نفسه البيانو غير العود كمان. كان في واحده معلمه معروفه ما بذكرش اسمها، كان بيروح بليغ يدرس عندها البيانو، وكان هو كل النوت بتاعته اللي موجوده بخط ايده هو موسيقى. وكان بليغ يعني تجيله النغمه فاما تجيله يروح كاتبها على طول في النوتة، وبعدين يبتدي بقى يحفظها ويحفظها للفرقة وهكذا. ملحنين كتير بيبتدوا بالنغمة ويسجلها ويسمعها، لكن يعني بليغ مش بقول كده لأنه كان أخويا، لكن كان دارس. لا هو اصل ده اخونا كلنا وعمنا كلنا لا ده هو ابونا كلنا، يعني المساله كلنا وابننا كلنا. طبعا هو مش ملكك لوحدك يا استاذ مرسي يعني. نعم مش ملكك لوحدك، ملكنا كلنا يعني. احنا لا انا عارف دلوقتي. طب عايز اسال حضرتك، لما سمعت ان هو هيلحن سيدة ام كلثوم، انت ايه كان احساسك انت يعني؟ انا اقول لك اول غنوه حب ايه كنت توي راجع من لندن، واذكر انا وزوجتي الله يرحمها قعدنا نسمعها وعيطت من كتر ما تاثرت ان بليغ في سن كان عنده 24 سنه، وانه لحن لاعظم مغنيه في العالم العربي، بل يمكن في العالم كله. فكان طبعا كان بالنسبه لي كنت فخور بيها جدا. ف يعني واحد شاب عنده، بعدين انت عارف عمل لأم كلثوم يمكن اكثر من 10 اغاني، اظن 12 اغنيه. يعني الحقيقه كان عنده الموهبه، وبس زي ما بقول كان جمع بين الموهبه وبين الدراسه. فالحمد لله. ده واحد كاتب عنه رساله ماجستير واحد عاملها في معهد العالي للموسيقى اللي في الزمالك، بيقول فيها ان بليغ عامل اكثر من 1000 غنوه. انا مش مصدق انه عمل العدد كله ده للاغاني، لكن هو كاتب، هو بيقول كده في الرساله بتاعته. ف يعني لو كان عاش طبعا كان له عنده امل اللي ما قدرش يحققه. كان عايز يعمل المسرح الغنائي زي ما حضرتك اكيد عارف. ده كان حلم بليغ، كان انه يعمل المسرح الغنائي. وانت عارف ناس كتير قدم اول حاجه قدمها في المسرح الغنائي كانت مهر العروسه، ما اعرفش تفتكروها، واتقدمت في وقتها كان الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافه، وكانت اول مسرحيه مصريه تقدم على دار الاوبرا.
وقتها كانت دار الاوبرا مكرسه للفرقه الاجنبيه، انما مهر العروسه ابتدى وبعدين عمل تمر حنه. الناس بنفتكر الاغاني بس ما بنفتكرش برضه انه عمل بعض النشاطات في المسرح الغنائي، بس هو كان عايز يكون مسرح غنائي، ولو كان عاش كان اكيد هيكون هذا المسرح. انا بعتقد يعني هو ربنا طبعا الاعمار دي بيد الله، انما طبعا. انما طب بالنسبه نعم. بالنسبه للاستاذ بليغ كان بيتقال ان هو يعني من النوع اللي هو بيلحن في اي وقت وفي اي مكان، يعني ما يديله الخواطر او ما يديله الالهام او ما يديله حاجه على طول يفصل على طول يعني دي كان حقيقي. بليغ كان عايش للموسيقى. بياكل، احنا كنا دايما نقول له بياكل، يعني يبقى مثلا في وسط الاكل، اما كنت بروح له كتير ويروح فجاه سايبنا، جات له نغمه في مخه ويخش الاوضه بتاعته واسمعه، يا اما على كان عنده البيانو في البيت طبعا، يعني كان الموسيقى دايما بتيجي اول حاجه عنده قبل اي حاجه ثانيه. ف يعني هو عاش للفن بتاعه الحقيقه، وخساره، استغفر الله العظيم ما اقولش خساره يعني، لكن لو كان عاش كنا هنشوف له حاجات عظيمه. ما نعرفش، يمكن في حكمه ثانيه. طيب انا شخصيا انا بعتبر اي حد من العظماء دول انه موجود، انه موجود بشغل. ما هو الفنان بيتوجد باعماله دايما. واي حد فنان، والاديب والكاتب وكل الناس والسياسي وكل حد. انت عارف بليغ كمان كان في حاجه جميله، كان قارئ ممتاز. لما كنت في لندن كان يبعت لي يقول لي يا مرسي ابعت لي اي كتب عن الموسيقى بليغ، هو كان بيعرف انجليزي وفرنساوي كويس، فكنت ابعت له الكتب. يعني كان قارئ تمام. وفي الفتره الاخيره كان ابتدى يقرا كتب عن الصوفيه، حتى لدرجه ناس بيقولوا ان في الفتره الاخيره كان بيعتنق مبادئ الصوفيه، لكن كان مهتم بيها يعني. لكن كان عنده ثقافه يعني الله يرحمه بفتكره طول الوقت يعني، لا كل يوم بفتكره. هو على كل حال الله يرحمه ويرحمنا جميعا، انما هو على الاقل عمل عليه. طبعا احنا في ناس كتير اننا ما عملتش اللي عليهم، يعني هو عمل اللي عليه وساب فوق ال1000 اغنيه، وساب حاجات كتيره جدا بتحمل اسمه وبتحمل ذكراه وطبعت في وداننا وفي ودان الشعب المصري. والله انا سعيد انكم بتفتكروه. وبعدين في ناحيه برضه احنا بننساها، بليغ عمل موسيقى كتير لبعض الافلام ولبعض المسرحيات، احنا بنركز على الاغاني، انما له موسيقى يمكن تذكر رايا وسكينه حاجات كتيره بليغ عاملها. يعني عشان كده بنفكر اليومين دول اللي ابتدينا عايز اجمع كل حاجه خاصه ببليغ واعمل له ارشيف كامل. فابتديت فعلا اجمع، احنا كنا محتفظين بحاجاته كتير محطوطه بكراتين بس حطينا، فابتديت اجيبها وابص فيها، وان شاء الله كده نعمل له ارشيف. مش ما اقدرش اقول ارشيف قومي، ارشيف عائلي على الاقل، يبقى فيه كل حاجه خاصه ببليغ. ان شاء الله ربنا يديك الصحه ان شاء الله وتعمل ده. الله يخليك. وبشكر حضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه اكتوبر وبمناسبه عيد ميلاد الاستاذ بليغ. كنت طيبين واشكركم انكم بتهتموا كده بذكرى بليغ. والله ده احنا اللي بنشكركم ان احنا اديتونا فرصه ان احنا نتكلم عليه. لا شكرا. شكرا يا فندم. مع السلامه. الله يسلمك.